من فترة قليلة كنت بتكلم مع بعض الناس وكان بيحكي لي انه قد ايه قدر يتعلم حاجات كتير وقد ايه قدر ياخد كورسات كتير في مجالات مختلفة، وانه قد ايه قدر يطور من نفسه بشكل كبير جدا في وقت قليل. فقلت له هل في حاجة من الحاجات اللي انت اتعلمتها دي كلها قدرت تستفاد منها وتطبقها بشكل فعلي في مجال شغلك او دراستك او حتى في حياتك بشكل عام؟ وطبعا الإجابة كانت لا. قال لي انه قعد طول الفترة دي يتعلم وما كانش عنده الوقت انه يطبق الحاجة اللي بيتعلمها دي، وده ان شاء الله هيكون موضوع فيديو النهارده. خلينا في البداية نتفق على حاجة، إن كونك بتسعى تتعلم ده في حد ذاته حاجة كويسة، وأحسن بكتير من الشخص اللي ما بيسعاش إنه يتعلم ومقضيها سوشيال ميديا وخلافه. ولكن الطريقة اللي أنت بتتعلم بيها بتفرق بشكل كبير جدا. يعني مثلا الشخص اللي اتكلمنا عليه في بداية الفيديو واللي قدر إن هو يتعلم حاجات كتير ولكن من غير ما يطبق الحاجة اللي هو بيتعلمها، اعتمد في عملية تعليمه على الذاكرة. واعتمادك على الذاكرة بس في الحاجة اللي أنت بتتعلمها هيخليها معرضة للنسيان، وبيكون ضروري ومهم جدا إنك تربط الحاجة اللي أنت بتتعلمها بالتجربة والتطبيق. الفكرة هنا انك بتشوف نتيجة الحاجة اللي انت اتعلمتها دي عليك، ووارد جدا تكتشف ان الحاجة دي ملهاش اي تأثير عليك او انك مش عارف تستفاد منها بشكل احسن، فبالتالي هتوقف انك تتعلم الحاجة دي او هتغيرها. المهم انك ما تضيعش فيها وقت اكتر من كده. هقول لكم على مثال بسيط ومن خلال تجربة شخصية ليا. لما عملت القناة جديد كنت عاوز اتعلم كام حاجة تساعدني في صناعة المحتوى، وقابلت كم كبير جدا من الفيديوهات للحاجة اللي انا عاوز اتعلمها، سواء كان للمونتاج او لبرنامج فيديو سكرايب اللي انا بستخدمه في الفيديوهات بتاعتي او اي حاجه تخص صناعه المحتوى. وفي الوقت ده كان قدامي طريقين. الطريق الاول هو اني اسمع الفيديوهات اللي قدامي او اخد الكورسات المتاحه ليا وافضل احشي مخي بالحاجات اللي انا مش عارف او مش متاكد انها ممكن تفيدني ولا لا. اما الطريق الثاني واللي انا مشيت فيه واللي من خلاله اعتمدت ان اتعرف على الاساسيات في الحاجه اللي انا عاوز اتعلمها واتوكل على الله وابدا في صناعه اول فيديو ليا، وبناء على الاساسيات بدات اخبط في البرنامج، ولو حاجه وقفت معايا بروح اتعلمها وارجع اطبقها وهكذا. طبعا النتيجه في البدايه ما كانتش احسن حاجه، الحمد لله، ولكن لازم تكون عارف ان نتيجه تطبيقك في البدايه لاي حاجه انت لسه متعلمها مش هتكون احسن حاجه. المهم ان اجرب واكتسب خبره، لان التجربه دي هتخلي عمليه تعليمي تثبت اكتر، ومع التكرار هتبقى حاجه عاديه بالنسبه لي وروتينيه جدا، وهعرف من خلالها اطور المحتوى بتاعي، وهلاقي نفسي في كل مره بتعلم حاجه جديده وبروح اطبقها وهكذا. الطريقه الاولى اللي انا قلت عليها بتسمى في عمليه التعلم بالكلاسيك ليرن، واللي بتعتمد على انك تفضل تتعلم وفي النهايه خالص بتطبق اللي انت اتعلمته ده. اما الطريقه الثانيه بتسمى بالسمارت ليرن، واللي زي ما قلنا بتعتمد انك تتعلم حاجه وتروح تطبقها، تتعلم حاجه كمان وتروح تطبقها وهكذا، وتفضل تتعلم وتجرب وتطبق وتستفاد وتكتسب خبره في كل مره. والطريقه دي انت ممكن تتبعها في اي حاجه بتتعلمها في حياتك. مثلا لو انت شخص بتحب قراءه الكتب وقرأت كتاب عن عادة معينة ممكن تفيدك في حياتك، وقدرت انك تطبق العادة دي مباشرة بعد ما اتعلمتها، انت كده قدرت تستفاد من الكتاب ده بدل ما كنت تعتمد على انك تكتفي بالمعلومة بس في دماغك. ونفترض مثلا هتطبق الموضوع ده في الدراسة، طبيعي جدا ان الشخص اللي بيذاكر جزء معين وبيروح يطبق الجزء ده على انه يحل عليه مجموعة اسئلة استفادته هتكون اكبر، هتكون افضل من الشخص اللي بيفضل يذاكر لحد ما يخلص الكتاب ويتجه في النهاية انه يحل الاسئلة ويكتشف انه تايه ويتفاجئ من طريقة الاسئلة. وفي النهاية بيكون مهم جدا طبعا انك تتعلم بغض النظر عن الطريقة اللي انت بترتاح لها، ولكن حبيت من خلال الفيديو ده انوه على حاجة مهمة ممكن ناس كتير تغفل عنها خصوصا في بداية حياتهم، وطبعا بتتسبب في ان هم يضيعوا وقت كبير جدا بدون فايدة. وموضوع الوقت ده مهم جدا ممكن نعمل له فيديو لوحده، وعلشان وقت حضراتكم ما طولش عليكم اكتر من كده، لو عندك طريقة او مهارة ممكن تفيد بيها الناس في ان هي تتعلم حاجة معينة يا ريت تقول لنا ده في التعليقات. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك لان ده هيساعد ان الفيديو ينتشر بشكل كبير. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.